هناك التصوف السلفي الذي كان من أمثال مالك، من أمثال أبي حنيفة، من أمثال هؤلاء الجيل الأول في المولود في القرن الأول، من أمثال الحسن البصري قبلهم وهو من التابعين. فهذا كان يسمى هذا العلم حينئذ بالزهد. والزهد لهناد بن السري، الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد لفلان لابن المبارك، عبد الله بن المبارك إلى آخره، إبراهيم بن أدهم، الفضيل بن عياض، أمثال هؤلاء. كان يسمى هذا المقام، وهو مقام دراسة درجة الإحسان، بالزهد الذي نسميه الآن كمصطلح بالتصوف السلفي. ثم بعد ذلك ظهر أبو طالب المكي في قوت القلوب، ظهر أبو حامد الغزالي، ظهر عبد الكريم القشيري في الرسالة، أبو حامد الغزالي في مكشفة القلوب وفي إحياء علوم الدين، وهكذا. فبدأ التصوف السني. وبعد ذلك وفي نحو القرن السابع الهجري بدأ يظهر تصوف آخر اسمه التصوف الفلسفي، وكتبوا مثل الجيلي في الإنسان الكامل، مثل الجيلي في الإنسان الكامل، مثل الجيلي في الإنسان الكامل، مثل القاشاني في التفسير المنسوب خطأ إلى محي الدين بن العربي، مثل هؤلاء وهؤلاء، حتى أدركهم الغزالي وكتب فضائح الباطنية. ولم يرضى هذا الحال الذي جعلوا فيه المعنى الأصلي للقرآن معنى باطنيا. فبالشكل ده خلاص يبقى أفسد الدين والدنيا، بيكر على أصل بالبطلان يا مولانا، ويكر على المصادر بالبطلان.